جايين من الشغل ومتأخرين أو عندنا عزومة ومستعجلين، مفيش غير طاجن الشيش تاووك هو اللي هينقذنا ويخلينا مرتاحين. أحلى طاجن شيش تاووك مع أوت بوكس فود. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الشيف زينب السيد مع أوت بوكس فود. أهلا بيكم في حلقة لطيفة خفيفة بوصفات سهلة وبسيطة معايا. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة سهلة وبسيطة، هي مش جديدة ولكن أنا هقدمها بطريقة جديدة. النهارده هنعمل طاجن الشيش تاووك. كلنا عارفين ان الشيش تاووك لازم بنجيب له العصيان ونحط فلفل وبصل وطماطم وحاجات كده كتيره قوي. النهارده هقدمها بطريقه بسيطه ان شاء الله هتعجبكم. معايا هنا اوراق فراخ مخليه، فلفل الوان احمر واصفر واخضر، وكمان ليمون وبصل. بهاراتي سهله وبسيطه جدا: ملح وفلفل، ثوم مفروم، معلقه كبيره من الكاتشب، معلقتين كبار من معجون الطماطم. معايا كمان هنا توم باودر وبابريكا، ومعايا البطل بتاعي اللي هيديني طعم ولون وكمان يعني ريحة رهيبة جدا مع الشيش تاووك، بهارات الشيش تاووك. وما ننساش معايا معلقتين من الزيت. قلنا كل المقادير، دلوقتي هنبدأ في التحضير. هناخد وراك الفراخ بتاعتنا وبنقطعها زي الشيش بالظبط اهو. طبعا هي ممكن تتعمل بصدور الفراخ، بس انا بحب اوراق الفراخ احسن في الشيش تاووك عشان بيبقى طعمها الطف، وكمان بيبقى يعني الطعم كده جوسي شويه كده. بعد ما قطعنا اوراق الفراخ معانا بنحط عليها البهارات بتاعتي: ملح وفلفل، بابريكا، توم باودر، فصين من التوم، واخر حاجه معايا بهارات الشيش تاووك اللي هتديني طعم رائع للشيش تاووك. دلوقتي ممكن انا اقلب كل المقادير بتاعتي عشان تشرب من البهارات بتاعتي كويس. اخر حاجه هحطها معايا هو عصير الليمون، ده يدي مزازه للشيش تاووك وهيدي طعم جميل جدا. وده شكل الشيش تاووك بتاعي بعد ما تبلته كويس جدا بالبهارات. بغطيه بكيس بلاستيك او الاسترتش وبنحطه في التلاجة لمده ساعه او 2. طب لو مستعجلين والعزومه خلاص على الابواب هنعمل ايه؟ هنشتغل بيه عادي جدا، بس من الاحسن ان احنا ممكن نحطه في التلاجة لمده ساعه او ساعتين عشان البهارات تديني طعم احلى للفراخ بتاعتي. هحطه في التلاجة دلوقتي ويلا بينا نقطع الخضار بعد ساعة او ساعتين نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي هنقطع الخضار بتاعي، عبارة عن فلفل اصفر، فلفل اخضر، فلفل احمر، وكمان البصل. مش بنحتاج في شيش تاووك اكتر من كده. يلا نشوف مع بعض هنعمله ازاي اهو. يعني اعتقد ان دي من الوصفات، صحيح مش حاجه جديده، لكن حاجه سهله. بدل ما احنا بنحطها في اسياخ الشيش تاووك ونحطها ونشيلها ونعملها، لا، حاجه كده سهله ولذيذه وتنفع في وصفات رمضان السريعه. كده الخضار بتاعي جاهز عشان اعمل احلى طاجن شيش تاووك. يلا نشوف بينا هنعمل ايه. قطعنا الخضار بتاعنا بكل سهولة، ودلوقتي هنحط على الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعتها من التلاجة بعد حوالي ساعة ونص أو ساعتين. هنحطها دلوقتي. يلا نشوف كده. ادي الخضار بتاعي، حاجة كده سهلة وبسيطة جدا، مش خدت معانا أي وقت خالص. ممكن كمان إن احنا نتبلها بعد السحور على أساس إن احنا نستخدمها على الفطار على طول. معلقتين من الزيت بس كده، وكله على بعضه بقى، ولا سياخ ولا نحط حتة وحتة ونمسك، لا لا لا، الكلام ده مفيش بقى. عايزين ننجز عشان العزومة، عايزين ننجز عشان الفطار. كده الشيش تاووك بتاعي جاهز ان انا احطه في الطواجن بتاعتي. انا دلوقتي اخترت ان انا احطه على طواجن فخار، يبقى 2 طاجن كده شكلهم لذيذ. بصوا الالوان مع الفراخ عاملة ميكس رهيب وشكل جامد جدا. وهنا معايا اخر خطوة هعملها في الطاجن: كوباية من المية السخنة بحطها في الطاجن بالشكل ده عشان تساعد على التسوية. كوباية صغيرة مش كبيرة، يدوبك بس بغطي بيها المقدار بتاعي. بجيب ورق من الفويل وبغطيه بيها وبدخلها على الفرن على درجة حرارة 200 لمدة حوالي نص ساعة أو ساعة إلا ربع. وادي شكل الطاجن بتاعي بعد ما غلفته بورق الفويل. هنحطه على درجة حرارة 200 لمدة حوالي نص ساعة أو ساعة إلا ربع. بعد كده هنشوف الطاجن بتاعي هيبقى شكله عامل ازاي. يلا بينا ندخله الفرن.
خلصت الطواجن بتاعتنا، وكانت من اول ما دخلتها ريحتها رهيبة جدا. بس اخر 5 دقايق من الساعة الا ربع شلت الفويل من عليها عشان الوش يتحمر معايا. يلا نشوف شكلها بقى عامل ازاي دلوقتي. طعم وريحة شيش طاووق شيش طاووق. الشيش طاووق بتاعي جاهز للاكل على طول. بس عشان نعلي التست بتاعه شوية ممكن نعمل ايه؟ نولع قطعة من الفحم على البوتاجاز ونحطه على في الفويل ونحطه في الطاجن ونغطيه. انا دلوقتي هعمل كده عشان اعلي التست معايا. احط بقى كده ورقة الفويل، ادي رشة زيت او سمنة عادي جدا، ونغطي عليها نفس الطريقة، زيت او سمنة ونغطي عليها بس كده. طاجن الشيش طاووق من غير تعب ولا مجهود. وادي شكل الطواجن بتاعي بعد ما طلعناهم من الفرن بعد حوالي ساعة الا ربع. وقبل ما نطلعهم ب5 دقايق شلت الفويل عشان الوش يتحمر، وبعد كده حطينا قطعة من الفحم عشان تديني تست عالي. دلوقتي تعالوا نقدمه مع بعض ونشوف شكله عامل ازاي من غير ما افتحها اساسا ولا المسها. بصوا عامله ازاي دايبه. زي ما شفتوا معايا قلبنا الطاجن وكان شكله تحفة. ممكن يتقدم مع رز أبيض، مع رز بالشعرية، مع شوية مكرونة بالطماطم، مش هيقول لأ. طاجن الشيش طاووق بتاعي بيتقدم مع أي حاجة، وخاصة إن احنا في شهر رمضان وعايزين حاجات جديدة وسهلة وسريعة. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ولو عجبتكم لايك وشير، وكمان مستنية تعليقاتكم.